السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. مجموعات الجبهة الشعبية في القشبركة تقدم مساهمة كبيرة في برامج التنمية ومساعدة المحتاجين. تقييم أنشطة الشباب في إقليم عنسبة. أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب قبر سليمان جنوب إيران. روسيا وأوكرانيا تجريان أكبر عملية تبادل الأسرى. مناورات بالذخيرة الحية لواشنطن وسيول قرب الحدود مع بيونغ يانغ. من العناوين إلى التفاصيل. ساهمت مجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وموظفو الخدمة المدنية في القشبركة بشكل كبير في تنفيذ برامج التنمية والسلامة ومساعدة المحتاجين. وأفاد التقييم السنوي للجبهة الذي عقد في برانتو خلال 3 يناير بتفصيل العمل المنجز في الأنشطة السياسية والتنظيمية والإدارية في العام 2023 على مستوى الإقليم والمديريات والأقسام. وقال السفير محمود علي جابر سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم أنه إلى جانب الأنشطة التنظيمية والسياسية تم القيام بعمل مشجع لتوسيع وتعزيز تنظيم المجموعات الجبهة الشعبية وموظفي الخدمة المدنية لتعزيز مساهمتهم في برامج التنمية. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حوري أنه تم تنفيذ عدد من البرامج على مستوى منظمات الجبهة الشعبية وتم تسجيل تغييرات إيجابية، ومن خلال الحفاظ على جميع الأنشطة التي ينبغي القيام بها لتعزيز الجبهة ينبغي على المدراء والمجموعات الشعبية وموظفي الخدمة المدنية اتخاذ خطوات لاستيعاب الشكاوى العامة لتصحيح أوجه القصور في تنفيذ البرامج. وحث جميع الهيئات الحكومية على المساهمة في تشجيع المبادرات التي تتخذها لجان الكوادر وتعزيز تنظيم موظفي الخدمة المدنية. واقترح المشاركون بدورهم تعزيز الأنشطة النفيرة التي تنظمها مجموعات الجبهة وتشجيع توظيف الكوادر واتخاذ مبادرات أولية للتخفيف من آثار الخريف السيء وتشجيع اللقاءات المنتظمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي وغيرها من الآراء والتوصيات. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يوم 30 و31 من ديسمبر في بلدة حلالة تنفيذ أكثر من 90% من البرامج المخطط بناء على الاستراتيجية الخماسية للاتحاد. وأوضح مسؤول الفرع السيد عزازي برخطاب أن البرامج المنفذة تضمن تنظيم مؤتمر طلابي على مستوى الإقليم وورشة عمل حول أوضاع المرأة الشابة في مكان العمل ومعرضا ومسابقة للابتكار والاختراع ومعرضا وبيعا للكتب وأنشطة توعية اجتماعية وسياسية واقتصادية لشباب العمال ومساعدة المحتاجين. وأفاد التقرير المقدم بإنشاء ملعب لكرة السلة والطائرة في حمل مال ومشاركة شعبية ومراكز شبابية في قلب وحلحل. وفي مجال التدريب المهني شارك 1858 شابا بينهم 63 من الإناث في 64 برنامجا تدريبيا في 25 مجالا مهنيا. وبذل الجهود بالتعاون مع شركاء لإيجاد فرص العمل للشباب. وناقش المشاركون ضرورة استمرار برامج التوعية والتعبئة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ووزارة التعليم وتعزيز قدرات الجهات التنفيذية لرفع قدرات القيادية وتجهيز مراكز الشباب والابتكار بشكل مناسب وتقوية تأطير الشباب لإحداث التغيير وحل مصاعب المجتمع. وقال مدير مديرية حلحل السيد دقرماسين أبراه أنه يجب على جميع جهات العمل معا لبناء شباب فخور بتاريخه. أكد الإريتريون المقيمون في بريطانيا في الاحتفال الذي أقاموه يوم 30 من ديسمبر بمناسبة السنة الجديدة في مدينة لندن تحت شعار تقوية تنظيمات الجالية الإريترية بالمشاركة النشطة للشباب
أكدوا على تقوية التأطير وتعزيز المهام الوطنية. وشكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في بريطانيا سيد صالح عبد الله في الحفل الذي نظمه الشباب وحضره مسؤولون المنظمات الإريترية منظمي الاحتفال، وقال إن المرحلة تتطلب تعزيز دور الشباب للدفع بفعالية الجاليات الإريترية. ودعا مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد يوهانس في السيمينار الذي عقده بعنوان دور الشباب الإريتري في المهجر في تقوية الجالية استفادة شباب المهجر من فرص التطور الواسعة والتعاون لتجاوز التحديات التي تواجههم نتيجة عدم تماشي الواقع مع التوقعات والتأطير في الجالية للاستفادة من التجمع الوطني. وقدم مسؤول القنصلية السيد سليمان حسن توضيحا حول الدور الهام للشباب في تاريخ النضال الإريتري. ومن ناحية ثانية عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الدمام بشرق المملكة العربية السعودية مؤتمره الثاني يوم 22 من ديسمبر المنصرم. وشارت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزجيهر في المناسبة بمشاركة المرأة الإريترية في الدمام وضواحيها في كافة البرامج الوطنية، موضحة بأن المؤتمر من خلال تقييم المراحل الماضية يخلق الأرضية المتينة لتنفيذ المهام المستقبلية. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة وأصدر قرارات وتوصيات مرحلية. تأسس فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الدمام وضواحيها في عام 2008 بإجراء إعادة تنظيم، ولديه مشاركة مشهودة في البرامج الوطنية. تخرج في 3 يناير 130 طالبا وموظفا، من بينهم 59 امرأة شاركوا في دورة تدريبية مهنية ل3 أشهر نظمها الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي وكلية ماء النفع للعلوم. وتضمن التدريب المنتظم إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتجة والتحرير ولغة الإشارة واللغة العربية والإلكترونيات. وشدد عميد كلية العلوم البروفيسور جبرايوس غودوم على أهمية التدريب المهني في فعاليات العمل، وحث المتدربين على تطوير وتعزيز مهاراتهم من خلال العمل التطبيقي. وقال السيد ميرون أبراهام رئيس وحدة المشاريع بفرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي أن التدريب جزء من برامج بناء القدرات الشاملة للطلاب الشباب، مضيفا بأن هذا البرنامج يجرى في كافة الكليات المنتشرة في البلاد. وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية تم تدريب 644 طالبا و51 موظفا في مختلف المهن، وفقا لمكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي في كلية العلوم. تلقى 90 من مدراء المدارس والمشرفين التربويون وإدارات الضواحي ولجان أولياء الأمور في مديرية حقات دورة تدريبية في المحاسبة وحفظ الممتلكات. غطى التدريب الذي نظمه مكتب التعليم في إقليم عنسبة الإدارة المالية وتنفيذ المشتريات والحفاظ على الممتلكات وإدارتها والحفاظ على الوثائق وإدارة الموارد البشرية وغيرها. هدف التدريب إدخال أساليب نظامية إدارية شفافة لتحقيق الكفاءة والجودة. وقال المتدربون أنهم وجدوا أن المعرفة التي اكتسبوها مفيدة في حياتهم اليومية إلى جانب العمل، وسيعملون لإدخال وسائل نظم إدارية كفؤة. ودعا مسؤول وحدة الإدارة والمالية في مكتب التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله مسؤولي المدارس على مراقبة قضايا المحاسبة والمستندات بعناية، لأن إدارة المدرسة تعتمد على أنشطة وكفاءة مدراء المدارس ولجان أولياء الأمور. وعلم بأن الدورات التدريبية ستستمر في جميع مديريات إقليم عنسبة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
قالت هيئة الطوارئ الإيرانية أن حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيرق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب إيران ارتفع إلى 103 قتيل و141 جريحا. وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار أول ثم انفجار ثاني خلال المراسيم قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني. بدورها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله أن الانفجارين في كرمان نجما عن تفجر عبوتين ناسفتين عن بعد. وفي وقت سابق قالت وكالة نور نيوز شبه الرسمية أن عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدي إلى المقبرة، في حين نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسميها أن انفجار كرماني هجوم إرهابي. من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرماني حتمي وقطعي. أعلنت روسيا وأوكرانيا إجراء أول عملية تبادل رسمية لأسرى الحرب منذ عدة أشهر ليطلق كل جانب أكثر من 200 أسير في خضم تصاعد الضربات المتبادلة وبعد مفاوضات وصفها الجانبان بالمعقدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها استعادت 248 عسكريا روسيا من أوكرانيا، في حين أعلنت كييف أنها عادت 230 أوكرانيا هم 224 جنديا و6 مدنيين. وقالت إنها أكبر عملية تبادل موثوقة حتى الآن. وعلى الرغم من عدم إجراء محادثات عن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا، فإن كييف وموسكو قامتا بالعديد من عمليات تبادل الأسرى منذ الشهور الأولى للحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن معدل عمليات التبادل انخفض في العام 2023 وكان آخرها في أوائل أغسطس الماضي. وتأتي عملية التبادل في خضم تصاعد أعمال العنف بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة مع ضربات من الجانبين خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. تجري كل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية لتعزيز استعدادهم للقتالي المشترك. وتم حشد فرقة المشاة الميكانيكية في العاصمة الكورية الجنوبية وفريق لواء سترايكر القتالي الأمريكي من فرقة المشاة الثانية لإجراء تدريبات الجارية في مدينة بوتشوين الحدودية وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وقال الجيش الكوري الجنوبي أن أول تدريب مشترك للحليفين هذا العام يهدف إلى تعزيز القدرات العملية المشتركة ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. وشملت التدريبات 110 أنظمة أسلحة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بما في ذلك دبابات كايوان آي 2 وطائرات مقاتلة من طراز آي 19 ومركبات مدرعة من طراز سترايكر وأنظمة مدفعية. وأجرى الجيش الكوري الجنوبي سلسلة من التدريبات على إطلاق النار ومناورات أخرى هذا الأسبوع مما أثار انتقادات حادة من كوريا الشمالية. ترك الآلاف الأطباء وظائفهم في مستشفيات بريطانيا في بداية إضراب لمدة 6 أيام احتجاجا على الأجور، وهو أطول إضراب متواصل لهم في تاريخ هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية. وقال المسؤولون أن الأطباء المبتدئين سوف يلقون عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات المقررة أثناء الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. ويخطط الأطباء الذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات والعيادات التوقف عن العمل، وسيحل المستشارون مكان الأطباء المبتدئين لمواصلة عمل خدمات الطوارئ والرعاية الطارئة مثل أقسام الولادة والعناية المركزة. وسبق أن عانت بريطانيا من عام من الإضرابات المستمرة في قطاع الصحة، حيث سعى العاملون إلى زيادة الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
تذكير بالعناوين مرة أخرى. مجموعة الجبهة الشعبية تقدم مساهمة في برامج التنمية ومساعدة المحتاجين. الإريتريين في بريطانيا يؤكدون تعزيز المهام الوطنية. مئة وثلاثين طالبا وموظفا في كلية ماي نفحي يتلقون التدريب المهني. أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب قبر سليماني جنوب إيران. روسيا وأوكرانيا تجريان أكبر عملية لتبادل الأسرى. مناورات بالذخيرة الحية لواشنطن وسيول قرب الحدود مع بيونغ يانغ. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.